الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، سيدي رئيس الحكومة والوفد المرافق، أيها الزملاء، تحية طيبة. أقول لكم وإن كنت أشاطر الكثير من الزملاء حول ضرورة تسخير كل إمكانيات البلاد لمقاومة الإرهاب الأعمى الذي يهدد شعب تونس من الداخل والخارج، إلا أنني وبعد إذنكم سأتحدث عن طوارئ أخرى قد تبدو لكم وللبعض أنها ليست بقيمة ملف الإرهاب، ولكنها أراها بمستواه خطورة وربما تتجاوزه، وهي شباب تونس، خصوصا المعطل عن العمل، خاصة ونحن فوجئنا منذ ساعات بخبر التحاق العديد من أبنائنا بمناطق التوحش والإرهاب وهم في عمر الزهور، ولا نعرف هل سيحترقون هناك وقودا للعصابات الإرهابية أم سيعودون انتحاريين يتفجرون في بلادنا. لذلك فإن قضية شباب تونس يجب أن ترقى إلى مستوى الأهمية القصوى في عملكم، وإن كنتم مدركين البيئة الداخلية قبل الخارجية التي جعلت من واقعنا الوطني والقومي بهذا الخراب الكبير الذي نراه أو نعيشه من المحيط إلى الخليج. باختصار، إذا عجزت الحكومة عن حل مشكلة بعض العشرات من أصحاب الشهائد الذين شنوا إضرابات واعتصامات والتزموا النضال الحضاري المدني السلمي دفاعاً عن حقهم ثم حلوا إضرابهم بناء على وعد من الحكومة، أخبرك سيدي الرئيس أن أحدهم وهو الشاب لطفي مرابط المعطل لعقود قد فقد إحدى عينيه نتيجة إضراب الجوع وما تخلله من تدهور صحي. سيدي الرئيس، إن عدم حل ملف قدماء الاتحاد لطلبة تونس المعطلين عن العمل مؤشر سيء على تعاطي الحكومة مع ملفات شباب تونس، وأيضا مع ملف الشباب المضربين في عدة معتمديات من ولاية سيدي بوزيد، والذي تدخلت بمعية بعض الزملاء لفك إضرابهم من مقرات المعتمديات، ولكن للأسف كل الوعود ذهبت أدراج الرياح، وهذان الملفان متعلقان بشباب تونس، هذا الشباب الذي نريده حلا وليس مشكلة، نريده طاقة عطاء وبناء لا مصدر تخريب ودمار للمجتمع والدولة. لقد نال هذا الملف إجماعا مختلف الطيف السياسي داخل مجلس النواب، وتشكلت لجنة حوار مع الحكومة، كما تدخل السيد رئيس الجمهورية شخصيا لحلحلة هذا الموضوع، إلا أنكم وبصراحة وضعتمونا في حرج كبير مع هؤلاء الشباب، مما يجعلنا نتردد مستقبلا في التوسط في مثل هذه التحركات. سيدي رئيس الحكومة، أوجدوا حلولا جادة لشباب تونس تضمن أمن البلاد، شغلوهم واحترموهم ليحترموا وطنهم، اطلبوا منهم مثلا التطوع للدفاع عن حرمة ترابهم، تجدونهم في الصفوف الأمامية كما كان آباؤهم وأجدادهم، احتضنوهم ولا تنفروهم بالوعود غير الجادة والتسويف. إن فرض حالة الطوارئ سيدي الرئيس جاء نتيجة تخلي الحكومات السابقة عن شباب تونس، أتمنى أن تكونوا قد أخذتم الدرس من التجارب الفاشلة السابقة، وأن تمدوا إليهم الأيادي يبادلوكم بالمثل. لذلك أطلب من الجناب تفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقا وتنفيذ ما قطعتموه على أنفسكم في أقرب الأجال، وشكرا.